السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا بقى يعني واحده عزيزه عليا جدا، سمر. احنا عاملين عمليه من سنه ونص ما شاء الله. انا هبتدي بس الكلام، سمر هتورينا صورتها قبل العمليه كانت عامله ازاي، عشان بس يعني الكلام يبقى مفهوم. يوم التحاليل اللي قبل العملية ب4 أيام عملت كتير دايت وكده مع دكاترة كتير وحاجات، ما فيش أي حاجة. برجع أتخن أكتر من الأول، يعني مثلا خسيت 15 كيلو مثلا في كام شهر، برجع أزيد 20-25 كيلو لحد ما وزني بقى 125 كيلو. خلاص أنا جبت آخري بقى، اللي هو لدرجة أنا ما بقتش بقدر آخد نفسي، بروح لدكاترة كتير بقى علشان النفس والكلام ده. بعد كده شفت حضرتك بتتكلم في لايف على الفيس، دخلت سألت، حجزت كشف، جيت لحضرتك إن أنا هتكلم وهمشي، وبعد ما أروح أشوف إيه الدنيا بس وكده أو لا. جيت ما شاء الله مسافة ما اتكلمت شوية، لا أنا أخدت القرار خلاص انا هعمل العمليه امتى؟ حددنا العمليه وعملتها. الحمد لله الحمد لله، كان قرار جه في وقته. هو ممكن يكون اتاخر كمان شويه، بركه في حضرتك. ربنا يخليك. يعني بجد لما اليوم اللي جيت لحضرتك فيه واتكلمت معاك حسيت بارتياحيه، حد ذوق جدا في التعامل، حد محترم جدا، خلوق، حد بجد كويس. قررت فورا للعمليه، والعمليه غيرت حياتي الحمد لله كتير جدا كتير جدا، والناس كلها ملاحظه، وانا نفسي انا نفسي كمان نفسيا جدا ما شاء الله بقيت مرتاحه جدا. لبسي بقى اللي كان عامل لي ازمه في حياتي كلها، انا بحب اللبس جدا وبحب لا اخد بالي من نفسي. لا ايه ده، انت رايحه فين؟ انت كنت كتير قوي ابص لنفسي، انا حتى مش عايزه اظبط اللبس القديم، انا عايزه ارميه خلاص، بقت حياه جديده بجد ما شاء الله. والحمد لله مفيش ترهلات، مفيش مشاكل، الحمد لله الحمد لله. حتى لما حد بيسالني طب ما حصلش ترهلات، الحمد لله والله الحمد، مفيش اي حاجه. حتى في البيت ماما او جماعه في البيت ملاحظين، لا ما انت انا يعني اقول لحضرتك انا ما بروحش جيم اصلا، حضرتك قلت لي روحي جيم، انا ما بروحش جيم والحمد لله مفيش ترهلات، مفيش اي حاجه. حتى في لبس الخروج كمان باين عليا ان ممكن يكون في ناس عندها ترهلات بيبان في لبسها. لا الحمد لله ما عندناش اي حاجه. الحمد لله الحمد لله زي الفل الحمد لله. وده دايما اللي بنقوله، ان ما تخافش من خطوه العمليه، احيانا خطوه ناخدها بس بشجاعه شويه تغير حياتنا كلها. نقول يا ريتنا ما عملناها من بدري. فعلا امنيه طبعا ما اعرفش بقى امنيه اللي في الصوره ولا امنيه على الحقيقه. عايز اوريكم امنيه قبل العمليه، دي امنيه قبل العمليه بعد تقريبا 5-6 شهور. كنا 137 كيلو في 5-6 شهور. ايه اكتر حاجه كانت مضايقاكي من وزنك الزايد وفرقت جامد بعد ما حسينا ال 40؟ هي اولا صحتي، يعني انا صحتي كانت تحت خالص، ان كانت على ركبتي او ان كانت عضلاتي او ان كان في البريود، يعني كانت بتاثر جدا، كانت بتاخر بالشهور. فلا من بعد ما عملت العمليه الحمد لله بانتظام بتيجي، والحمد لله لا في تحسن في الصحه كتير جدا. حركه الحركه وكل حاجه خفيفه جدا والله. اي حاجه دلوقتي بقيت البسها، الاول لا ما كنتش بلبس حاجه، عبايات، سديل، كنت دايما سابقه سني. انا حاليا الناس بتشوفني ما بتدينيش سني خالص، بالظبط انا 28 سنه ومحدش بيديني سني طبعا. فلا هي بصراحه ربنا لا هي حاجه حلوه جدا جدا، يعني الحمد لله تقدر تقول تغيير جذري في اللايف ستايل وفي الحياه كل حاجه. وبتاكلي كل اللي نفسك فيه ولا أكيد كل حاجه؟ اكيد انا اكيد باكل كل حاجه. يعني الحمد لله بناكل كويس ووزننا بينزل كويس ومفيش حرمان من العمليه، مفيش لا مفيش الكلام ده، مفيش حرمان، لا مفيش حرمان الحمد لله، لا مفيش. الحمد لله. انا مبسوطه ان انت مبسوطه يا امنيه. لا يا رب بجد لا بجد، ده انت اللي محتاج شهاده تقدير مني على اللي انت عملته ده، والله ده مجهود بجد. ربنا يخليك. بقالنا اسبوع ويومين بالظبط، كنت 110 كيلو، النهارده الحمد لله 102. 8 كيلو في اسبوع مثلا. يوم العمليه انا كنت بصراحه خايفه جدا، بس بصراحه كنت مرتاحه لحضرتك، ده اول حاجه، وواثقه فيك من اول يوم جيت فيه يعني بصراحه، وانا ارتحت. مع اني قلت لك اول يوم انا رحت لكذا حد، بس انا قرار العمليه ده اخدته مع حضرتك اكيد. انا عملت ميني سليف، بصراحه كانت تجربه لطيفه، الجروح مش باينه تماما، انا حتى ما صدقتش نفسي. حتى في نفس اليوم العمليه كنت ببص في المرايه كده اللي هو الله بجد هو يعني يعتبر اقل من عقد اسبوع. ايه تاني، الحمد لله يعني الريكفري بتاع العمليه كان حلو جدا. تقريبا 4 أيام حسيت نفسي احسن، عرفت اتمشى، عرفت اروح اجي، فده بالنسبه لي كان تحفه. انا مبسوط اولا بالنتيجه اللي احنا حققناها، اللهم لك 6 الحمد. شهور. جزاك الله خيرا يا دكتور، والله على حضرتك سبب سعادتي فعلا، والله العظيم. الكلام اللي انا هقوله ده احنا سمعناه في فيديوهات كتير فعلا، والله هو حقيقه. كل واحده كنت بسمعها بعد في سنه متردده اعمل العمليه دي سنه، بتفرج على النت وكده وبشوف بقى ودكاتره وكده، وبشوف بقى هعمل ولا مش هعمل، وعماله بقى الوسواس. فكل واحد كنت بسمعه فعلا يقول حياه جديده
واللهم بارك الواحد فعلا يعني ابتدى حياته، اتولد من جديد، وفعلا كل الامراض اللي كان بنتعب منها راحت. كنت اسمع الكلام ده متكرر يعني تحس ان هو كله فعلا واحد. هو فعلا والله نفس اللي بيتقال. اولا انا واحده ظهري طول على طول وانا صغيره، انا عندي 38 سنه وعندي 3 اولاد، ظهري على طول كان اخر مرحله دي نايمه قاعده واقفه تعبني. كان عندي الشوكه العظميه وتعباني جدا، كان عندي خشونه، ركبتي اكنها تعمل كده، اكنها بتتقطم من اول 10 ايام في العمليه. ان شاء الله بقيت طايره وفرحانه، اقول لجوزي انا نازله السلم ركبتي مش بتعمل كده، ده كانت بتعمل 10 ايام بس. والله العظيم فعلا كنت فرحانه جدا بنفسي، ان انا اهم حاجه الرجل، هي الرجل دي اهم حاجه طبعا. فكل المشاكل نفس، انا كنت ساكنه في التالت يعني مش حاجه مش عاليه، نفسي بجد مش عارفه اخده. انا كنت 111، فطبعا انا ما كنتش قادره خالص ان انا يعني سني صغير وفي نفس الوقت ولا عارفه اعمل، زعلانه وحزينه على نفسي، ولا عارفه امشي. كل خطوه اركبها والله فعلا فرق يا جماعه. جوزي كان بيقول لي انسي، طلعيه من دماغك، جراحه لا، كل حاجه كنت بشتكي منها والله العظيم ما في حاجه واحده بس بتوجع، ما شاء الله، ولا كعب رجلي ولا ركبتي ولا ربنا يديم عليك الصحه يا رب والنعمه يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. وان شاء الله نوصل، احنا تقريبا حسبنا بتاع 35 كيلو، والله ما لك الحمد، 7 8 كيلو كمان بس في نصهم، ونبقى 6 شهور يا جماعه، 6 شهور اللهم لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله والله الحمد لله رب العالمين. انا كنت بحسب صراحه ان انا اخس حاجه 30 كيلو دول على سنه. انا كنت فاكره كده في الاول، بعد ما عملت العمليه بقيت اسمع بقى راي الناس، لا في كده، بس انا كنت فاكره قبل العمليه ان انا هنزل فلا الحمد لله رب العالمين. الموضوع مش صعب خالص يا جماعه، هو صعب ومش برضه مش الصعوبيه الفظيعه، بس هو صعب. كل كلمه انت قلتيها الله يبارك لك، تسلمي لنا. السلام عليكم، اشوفك على خير. الله يبارك.